ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايين لكم في فيديو جديد. يا رب يوصلكوا كل فيديوهات احنا بننزلها تعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كده معانا طريقة والله معانا أحلى حلويات. معانا طريقة العيش الشمسي، طريقة حلوة وسهلة وبسيطة جدا. وكده معانا خطوات العجن من الأول للآخر، وتابعوا معانا العجن من الأول للآخر كده هتشوفوا كل حاجة. بس طبعا أنا ما جبتش معاكم طريقة الخميرة والكلام ده كله. تابعوا معايا لآخر الفيديو هتعرفوا ازاي احنا بنعمل الخميرة اللي هي اسمها خمرة، اللي احنا بنعمل بيها بنعجنها من بالليل وتصبح طبعا تخمر وكده عشان نعجن عليه. فانتوا تابعوا معانا الطريقة من الاول للاخر وان شاء الله هتعجبكم. بس خليكم معايا لاخر الفيديو عشان تشوفوا احنا بنعمل الخمرة دي ازاي، اللي هي اساس العيش الشمسي طبعا. وشايفين طبعا انتوا مرحلة العجن مرحلة يا جماعة طبعا صعبة جدا جدا، بس هي يعني لذيذة برضه. بتحس انك مستمتعة كده وبتعملي مجهود يعني. فأكيد يعني كل حاجة حلوة لها لازم تتعبي فيها يعني. فكده احنا بنزود المية شوية بشوية، ما بنكترش في المية طبعا. ولازم نعجن يا جماعة العيش ده عجن على الأقل ساعتين وانت بتعجني في العيش ده على الأقل. وطبعا بنضيف المية شوية بشوية، ما ينفعش طبعا نكتر المية والا الدقيق كده مش هيبقى له عرق وهيبتدي يسيح منك والعيش هيتبهدل ما هيبقاش حلو. لكن لما بتضيفي نقطة شوية يعني قولي كد كوباية شاي كده او كوبايتين شاي في كل شوية، وتفضلي تعجني عليهم طبعا ربع ساعة لحد ما يتشرب المية دي كلها. زي ما انتوا شايفين طبعا مرحلة العجن، شايفين العجينة تخينة ازاي متماسكة. ده انا هنا كنت لسه دوب حاطة الدقيق كده ولماه. زي ما انتوا شايفين العجينة لسه معايا تخينة جدا ومحتاجة مية كتير. فمرحلة العجن دي لازم طبعا تبقى خطوات، يعني ما ينفعش ان احنا نحط المية مرة واحدة ونفضل نعجن كده. زي ما انتوا شايفين عجن، نفضل نلت ونعجن فيها العجينة طبعا لما تبقى معاكي زي الملبن، وإلا مش هتاخدي أحلى نتيجة من العيش ده. لو انت ما عجنتيش بالطريقة دي وحسيتي انك انت كده تعبتي وعملتي مجهود جامد في العيش ده مش هيطلع معاكي نتيجته حلو بصراحة يعني. فاحنا بنزود المية شوية بشوية ونفضل نعجن ونشيل ونهبط كده في العيش. انا بس لازم اكلمكم بصراحة يعني عشان تعرفوا ان ازاي بيتعمل. مش سهلة جدا يا جماعة، يعني الطريقة دي مش سهلة خالص بصراحة. يعني العجين ده وخصوصا ان احنا بنعمل كمية فما بتبقاش يعني. لو انت طبعا بتعملي كمية صغيرة هتبقى طبعا العجن هيختلف. فانا عشان عاملة كمية معاكم زي ما انتم شايفين بيبقى المجهود متضاعف طبعا. وبرضه لو انت عاجني كمية قليلة برضه بتعجني بنفس الطريقة، ولازم برضه تلت وتعجني كده في العجين كتير لحد ما يبقى العجين معاكي زي الملبن، ملمسه ناعم جدا وهش قطني. هنا طبعا الخميرة اللي احنا كنا مخمرينها من بالليل. وتابعوا معايا لاخر الفيديو عشان تعرفوا ان الخمرة اللي احنا هي اساس العيش الشمسي. تابعوا معايا لاخر الفيديو انتوا هتعرفوا ان احنا بنعملها ازاي. لان العيش الشمسي يا جماعة ده ليه خمرة معينة كده غير الخميرة البيرة والفورية اللي احنا بنضيفها برضو مع الخمرة دي. فزي ما انتوا شايفين كده العجينة دي طبعا انا العيش ده كنت عجناها بالنهار كده، بعد الظهر الخميرة دي عجنتها. يعني بتاخد من 6 ل7 ساعات كده. العجينة دي لازم حتى لو اختمرت لازم تاخد 6 ساعات على الأقل. لازم تفضل الوقت ده كله. الخميرة هي بتختمر بسرعة في الصيف وممكن ساعتين وكده تلاقيها ارتفعت، بس لازم تديها الوقت ده كله. وده من أساس نجاح العيش الشمسي. لازم الخميرة تتفاعل وتاخد وتدي مع بعضها الوقت ده كله عشان تاخدي أحلى نتيجة من العيش.
دي في نقاط كده مهمة مفيش حد هيقولك عليها. ممكن يقولك أسرع عيش شمسي والكلام ده كله، بس لازم الخميرة يا جماعة احنا بنعجنها طبعا من بالليل. ممكن تتعجنيها من الساعة 12 بالليل أو 10 بالليل، يعني لو في الصيف. لو في الشتاء تتعجن من 10 بالليل مثلا، وانت هتصحي بدري الفجر طبعا من 8 بالليل والكلام ده كله. فعد بقى عدد الساعات اللي هي بتقعد الخميرة، يعني ممكن تقعد معاكي 8 ساعات ما بيجرالهاش أي حاجة، بس بتاخدي احلى نتيجه للعيش. يعني ما تقوليش انك انت تعجنيها ساعتين والكلام ده كله، 3 برضو حتى لو في الصيف. اقل حاجه 5 ساعات تسيبيها تخمر وتتفاعل مع بعضيها على ما تعجن الكلام ده كله، تكون خمرته اخدت راحتها في الخمر. زي ما انتم شايفين طبعا مراحل العجن بتبقى مراحل. نفضل نضيف هنا الخميره ونعجن زي ما انتم شايفين. تفضل تشيلي وتهبدي كده في العجين. وما ننساش يا جماعه نصلي ونستغفر كتير. وطبعا انتوا بتعجني عشان ما تحسيش بالملل ممكن تستغفري كتير يعني ولو في اي حد جنبك يسليك اهو بتصلوا بعض. شايفين طبعا انتوا كل مرحله عن التانية كان العجين ازاي في الاول تخين ومتماسك، ابتدى يخف تدريجيا مع بعضه يعني. بس ما ينفعش نضيف الميه مره واحده، لان كده العجين ما هيبقالوش عرق وهيفلت منك، هيسيب وممكن يسيح منك العيش ويتبهدل وما يبقالوش اي قيمه ولا اي شكل. بنفضل نعجن كده. لازم برضو مرحله العجن دي مهمه جدا. تشيلي من يمين للشمال وتشيلي وتهبدي في العيش، تعجني مجهود. طلعي كل مجهودك في العيش. لما العيش يبقى معاكي زي الملبن كده، تحسي ملمس وناعم جدا وحلو. اول حاجه يا جماعه طبعا انتم مشفتوش انا بضيف الدقيق. نحط شويه ميه كده في العجانه او الحله اللي انت هتعجني فيها، اي حاجه انت هتعجني فيها. وبنضيف طبعا كميه ملح حلوه على حسب كميه العجين. لو انت العجين كتير معاكي بتضيفي مثلا يعني مش عارفه اقول لكم ازاي، بس هو بتضيفي كميه ملح حلوه يعني. هنا طبعا اللمسه دي اسمها لمسه. انا مش عارفه بتتعمل من ازاي، بتصنع من ايه بصراحه، بس هي اسمها كده، فلازم نضيفها للعيش. هي ايه دورها في العيش؟ هي دورها ان هي برضو كلام الله اعلم ان هي ليها دور في التخمير، وليها دور يعني في العيش، في هشاشة العيش كده يعني. زي ما انت بتضيفي البيكنج باودر او كده يعني. فانا مش عارفه، انا حاولت اسالها واستفسر كتير عنها اللمسه دي ايه مجهوده في ايه دورها في العيش. فهي دورها بيقول ان هي بترفع شويه العيش او بتخليه كده هش من جوه. والله اعلم برضو، احنا بنضيفها ومش عارفين برضو المعلومه دي ايه يعني مصدرها. فاحنا هنا كله عندنا الطريقه دي من زمان بيضيفوا اللمسه دي للعيش، وهي اسمها كده، ملهاش اي مسمى تاني غير كده. وعايزه اجرب مره ان انا اعجن العيش من غيرها يعني بصراحه، بس اتعودت عليه. وعلى فكره انا لما عملت العيش اللي هو السريع، العيش الشمسي السريع، انا ما حطيتش اللمسه دي. حطيت مكانه معلقه بيكنج باودر، وكانت النتيجه روعه برضه. شايفين العيش بقى هش ازاي وجميل. لازم نشيله ونعجن كده في العيش ونقلب من يمين للشمال لما يبقى معانا العيش ده زي الملبن. معلش يا جماعه طولت معاكم، بس لازم اقولكم على كل الاستفسارات دي وكل حاجه في العجين عشان تاخدوا احلى نتيجه من العيش. طلعي مجهودك وكل طاقتك في العيش في العجن عشان تاخدي احلى نتيجه من العيش.
ودلوقتي طبعا في اللي هو العجان بالكهرباء ده سهل طبعا، سهل علينا حاجات كتير، وفي ناس كتير يعني جابته وبتعجن بيه. بصراحة انا ما جربتوش قبل كده، فان شاء الله عن قريب باذن الله انا ناوية ان انا اجيب باذن الله. بس برضو انا يعني هو في ناس كتير استعملته وحلو يعني في العيش. بس انا شوف انتي المجهود اللي انت بتعجني بيه وبتعملي بيه ده كله، فمش عارفة يعني العجان هيطلع العيش بالطريقة دي او طريقة العجن باليد احسن. فانا مش هعرف الفرق بينهم الا لما اجرب. بصراحة بحب اعجن بايدي عشان اجرب ملمس العيش والكلام ده كله. بتحسي انك انت عجنتي وانك انت عملتي مجهود عشان تاخدي احلى نتيجة من العيش. فالعيش ده اقل من ساعتين يا جماعة عجن مستمر زي ما انتوا شايفين، وتشيلي وتهبدي كده في العيش هتاخدي احلى نتيجة عيش شمسي. وما تقوليش ان هو مثلا 5 دقائق تحط المية وكده الكلام ده كله هيتعجن، لا مش هتاخدي النتيجة دي طبعا. زي ما انتوا شايفين العيش لازم يتعجن كده ويتشال ويتخبط بالايد كذا مرة. ايوه. ما تنسوش يا جماعة لايكات كتير طبعا عشان انتوا شايفين مجهودي طبعا وتعبت في الفيديو ده وفي التصوير وانا بعجن عشان خاطر اوريكم احلى نتيجة للعيش. ما تنسوش طبعا لايكات كتير يا جماعة. مرحلة العيش دي طبعا يا جماعة بتبقى طويلة، معلش يعني الفيديو طول عليكم شوية بس عشان تشوفوا من العجن من اوله لاخره كده وتشوفوا ازاي احنا بنعجن ونشيل ونهبط في العيش عشان تاخدي احلى نتيجة من العيش ده. عايزة لايكات كتير يا جماعة. حطوا لايك، حطوا لايك. لايكات كتير يا جماعة. كده هنبتدي طبعا احنا نقطع العيش كده، بنجرب اول رغيف يعني. لو لقيتيه اول ما قطعتيه عملتيه كده فرش منك شوية يبقى خلاص كده العيش تمام. هنبتدي بقى نقطع، نغسل ايدينا ونلم العجين ونقطع. ما تنسوش يا جماعة اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديوهات انا بنزلها. شايفين طبعا هنا مرحلة قطيع العيش، ودي مرحلة طبعا مميزة جدا ولذيذة، يعني تحسي كده بلذاذة انك انت خلاص عملتي انجاز طبعا وعجنتي وخلاص كده المجهود كده ارتحتي نفسيا شوية ان انت خلاص ابتديت انك تقطعي. هنا طبعا دي المقارس اللي احنا بنتفلها بالردة، بنفردها يعني بالردة. لو انتوا مش عارفين بنتفل ازاي، يعني هي مقارس وبنتفلها بالردة، هي اسمها كده. شايفين جمال العيش طبعا بعد ما تقطع ناعم وجميل ازاي، ويبان من شكله يا جماعة بصراحة. زي ما انتوا شايفين كده، اللي حبيت اجيب لكم مرحلة القطيع برضو عشان تعرفوا ازاي احنا بنقطع العيش. تفضل تشيل وتهبدي كده فيه برضو عشان يتساوي وشه، وتخبط عليه كذا تخبيطة كده تبليه في الدقيق عشان الوش يتساوي. لو في اي فقاعات هواء او كده على وش العيش يتساوي قبل ما تحطيه على المقارص. تديه كذا تخبيطة كده بايدك قبل ما تحطيه على المقرصة.
نبله كده وش في الدقيق عشان شايفين انا كنت طبعا بسويه بايدي كده، اشيله بتفيل لحد ايه ما الوش يتساوى معايا، خبط عليه كده شويه. هنا طبعا بنقطعه كده شويه على المقارص ونسيبه عشان وشه تعرفي تسويه بايدك. هنا طبعا بعد ما خلصنا تقطيع خالص زي ما انتم شايفين العجانه كده بيفضل فيها بواقي عجين، بنرش عليه شويه دقيق كده ونفركها بايدينا، اللي هي دي يا جماعه اسمها الخمره، وهي الطريقه الاصليه للخمره بتاعه العيش الشمسي. هي الطريقه الصح والطريقه الاصليه، انك انت اخر العجين باخر ما تقطعي بيفضل بواقي عجين زي ما انت شايفه كده في العجانه، بترشي عليهم شويه دقيق وتفركيهم، وبتعمل الحجم المناسب ليك اللي انت عايزاه. نحط عليه شويه ميه طبعا، ما نخليهاش خفيفه خالص، بتبقى تخينه كده، نديها لفه بايدينا نعجنها نفركها، بتبقى تخينه يعني متماسكه اهو زي ما انتم شايفين كده بنعجنها. ونضيف نقاط من الميه يعني مش ميه كتير عشان تبقى متماسكه يعني وناشفه كده. في ناس بتفركها بالدقيق وتشيلها على كده يعني من غير عجن والكلام ده كله، بس احنا لازم نعجنها كده، وهي دي الطريقه الاصليه لعمل الخمره العيش الشمسي. هي دي اصح واحسن طريقه للخمره، عشان يعني اللي مش عارف بتتعمل ازاي هي سهله جدا. بعد ما بتخلصي العيش تقطيع طبعا بيفضل بواقي عجين في العجانه، بتفركيها بشويه دقيق وتعجنيها زي ما انت شايف. بعد كده بتحطيها في شويه دقيق تردمي عليها كده، تغطيها بالدقيق وبتسيبيها على ما خلصتي. طبعا العيش اختمر، طبعا هنا كان تحت المروحه عشان انا عاجنه بالليل. طبعا انا كنت جايبه لكم فيديو مخصص لوحده طريقه تخمير العيش، فهنا كانت شغاله على المروحه يعني بعد ما خلصناه خالص تقطيع. وانا طبعا عشان عملته بالليل يعني هدف الفرن، هستنى عليه كده نص ساعه تحت المروحه وهدف الفرن وهخمره في الفرن. بعد يا جماعه طبعا ما بنخلص عجين خالص ونقطع العيش ونلمه، بنكون طبعا اخدنا وقت وعدد ساعات. بترجع للخمره اللي انت عملتيها دي بتلاقيها اختمرت، وتبصي فيها كده تلاقيها حجمها ارتفع وتضاعف. بتاخديها بقى طبعا تحطيها كده في كيس تربطيها وتحطيها في التلاجة او في الفريزر. انصحك يعني ان انت تحطيها في الفريزر عشان طبعا لو خبزتي بعديها بمده ما تبوظش منك في التلاجة من تحت، تفضل في الفريزر زي ما هي. تطلعيها بقى اليوم اللي انت تكوني ناويه فيه تخبزي قبلها بساعه او ساعتين كده، وتستعمليها عادي جدا. نخفي في شويه ميه وان شاء الله انا هجيب لكم طريقتها كده من اول الخميره فيديو ان شاء الله خاص كده. وهنا طبعا شايفين جمال العيش طبعا بعد ما طلع من الفرن، كان والله العظيم يا جماعه هشه عامل زي الكيك كده من جوا، سفنجي خالص. بس يا جماعه لايكات كتير، مع السلامه.